في يوم من الأيام واحد من الدعاة راح عند قبة واحد من الأولياء اللي الناس بتزوره، وراح شال باب القبة وشاله على ظهره ومشي. الناس اتلمت حواليه وقالوا له بغضب: انت بتعمل ايه يا راجل؟ ازاي تشيل باب القبة؟ ده مكان الولي اللي بنطلب منه الشفاء والرزق. ابتسم الراجل وقال لهم بهدوء: استنوا كده، ما تتعصبوش، ده الولي بنفسه اداني الباب علشان انا بيتي ما فيهوش باب. الناس اتجننت وقالت له: انت عاقل؟ هو ميت، ازاي يديك الباب؟ رد عليهم الراجل وقال بكل هدوء: طيب ما هو برضه ميت، ازاي بيشفيكم وازاي بيرزقكم وهو ميت؟ وسكتوا، محدش لاقي رد. ساعتها الراجل قال: اوقات الكلمه لوحدها مش كفايه، لازم الناس تشوف بعينها وتفكر بعقلها. في ناس لا بتقتنع بايه من القران ولا بحديث ولا حتى بكلام العلماء، لكن لما تشوف حاجه بعينها قلبها يلين. وده بالظبط اللي عمله سيدنا ابراهيم عليه السلام مع قومه لما كسر الاصنام وساب الكبير فيهم وحط الفأس جنبه، ولما رجعوا لقوا الاصنام مكسره قالوا له: انت عملت كده يا ابراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ساعتها سكتوا ومفيش في ايديهم حجه. شوف الفرق، اللي بيعبد رب واحد عنده حجه قويه زي الجبل، واللي بيعبد غيره حجته ضعيفه زي خيط بيتقطع من اول نقاش. وعلشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال: العجب باللي عنده عقل ويسيب الحي اللي لا يموت ويروح يستغيث بميت. وربنا سبحانه قال: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب.